هنسمع مع بعض دلوقتي برنامج حوارات مع نهى مصطفى على راديو آسيا. راديو آسيا، هواك عندنا. مساء الخيرات والنعيم على أجمل مستمعي راديو آسيا في كل مكان. أنا نهى مصطفى، وإنت دلوقتي بتسمعني على راديو آسيا في برنامج حوارات. أغلب الناس فاكرة إن علشان نتغير للأفضل محتاجين كوتش أو دكتور نفساني أو مدرب أو منتور أو كوتش في أي تخصص من التخصصات اللي عايزين نتغير فيها، علشان يقودنا ويقول لنا نعمل إيه ونتصرف إزاي، أو حتى ينصحنا نصيحة قوية من حد فاهم تكون ليها تأثير أفضل. لكن الحقيقة إننا مش دايما محتاجين حد، لكن محتاجين نبني وعي داخلي يساعدنا نفهم نفسنا ونوجهها. الكوتش مهم، الدكتور مهم، المدرب والمنتور مهم، ولكن مش دايما بنحتاجه. ومع ذلك في مواقف معينة بيكون وجود متخصص مهم وضروري لازم نحتاجه. خليني أقولك إن التغيير الحقيقي مش بيجي بس من التعليمات، لكن من قدرتك إنك تلاحظ نفسك وهي بتفكر وهي بتحس وهي بتتصرف، وتدخل في اللحظة المناسبة. يعني ببساطة انت محتاج تبقى مراقب نفسك، واعي لنفسك قبل ما تكون متوجه لأي رد فعل. وحلقة النهاردة عن ازاي تبني نظام مراقبة ذاتية بسيط قائم على فهم علمي يساعدك تغير سلوكك من غير ضغط ومن غير تعقيد. والفكرة الأساسية بتكون دايما في العلاج المعرفي السلوكي. يعني ايه؟ يعني نفهم نفسنا، وما بين الموقف ورد الفعل في سلسلة داخلية بتحصل بسرعة جدا وما بنحسش بيها. يعني مثلا الموقف والأفكار والمشاعر والسلوك. علشان كده بنقول راقب أفكارك لأنها بتأثر على مشاعرك، وراقب مشاعرك لأنها بتأثر على سلوكك. المشكلة إن أغلب الناس بتتعامل كأن السلوك بيطلع مباشر من الموقف، وده طبعا بيكون مش دقيق، لأن اللي في النص هو اللي بيحدد رد الفعل. النص بتاعك كان إيه؟ هل النص اللي انت استقبلته بترد عليه كويس؟ هل فكرت قبل ما ترد عليه؟ هل رد فعلك كان على قد النص اللي انت استقبلته أو المثير اللي انت استقبلته؟ هو ده اللي بيحدد رد الفعل، وده السبب الحقيقي لتكرار نفس الأخطاء. خلونا نطلع فاصل ونرجع ليكم تاني بكل حب. ابقوا معنا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل نكمل موضوع حلقة النهاردة بعنوان كوتش على نفسك. الهدف من الحلقة إنك تتعلم 3 مهارات أساسية: الملاحظة، الفصل، الاختيار. ودي هي وظيفة الكوتش الداخلي الحقيقي، أو جزء من وظيفة الكوتش الداخلي الحقيقي، لأنه بيقوم بوظائف تانية. أول حاجة الملاحظة بدل التفاعل. يعني في علم النفس بنقول إن الملاحظة الذاتية هي أول خطوة للتغيير. يعني بدل ما تقول أنا متضايق، قول أنا لاحظت إني متضايق. في فرق كبير جدا بين أنا متضايق وأنا لاحظت إني متضايق. الفرق هنا إنك نقلت نفسك من داخل التجربة إلى مراقبة التجربة، وبدأت تراقب نفسك، وده بيخلق مسافة نفسية وبيديك فرصة للاختيار بدل ما تتفاعل بس. خلينا نقول تطبيق بسيط. كل مرة يحصل موقف مزعج اسأل نفسك 3 أسئلة: إيه اللي حصل فعلا؟ وده بيكون الحدث أو المثير. طب إيه التفسير اللي أنا حطيته؟ ودي بتكون الفكرة اللي أنا حطيتها. طب إيه الإحساس اللي طلع؟ وده بيكون الشعور. كده أنت فصلت بين الواقع والتفسير. يعني عرفت إيه المثير ولاحظته، وعرفت إيه الفكرة اللي أنت فكرت فيها ولاحظتها، وعرفت إيه الشعور اللي أنت حسيته بعد الفكرة وركزت عليه. تعالوا للجزء الثاني في إعادة تفسير الموقف. لو أنا بعيد تفسير الموقف، طبعا في العلاج المعرفي نفس الحدث ممكن يتفسر بأكتر من معنى،
لأن العقل بطبيعته بيميل لأسرع تفسير، مش بالضرورة يكون أدق تفسير، ولكنه بيبقى أسرع تفسير، وده اللي بيخلي الانفعال بيزيد. دور الكوتش الداخلي هنا بقى إنه بيراجع التفسير التلقائي ده ويخليك تسأل نفسك، هل في تفسير تاني ممكن يكون صحيح؟ مش الهدف إنك بس تخلي الواقع أجمل وتجمله وتحاول تخلي الفكرة حلوة، لكن الهدف إنك توصل لتفسير دقيق فيه اتزان وفيه دقة وفيه مرونة. كل مرة تحس بإحساس قوي اكتب، ممكن يكون في تفسير تاني غير اللي أنا فاهمه، ولا هو ده التفسير الأساسي؟ لأن الجملة دي بتقلل شدة الانفعال، بتوسع أفكارك وبتوسع مداركك، وبتخليك تفكر وتقف ثواني قبل ما تتصرف وتاخد الفعل أو تاخد رد الفعل. خلينا نتكلم في الجزء الثالث على تأخير رد الفعل. في فرق بين نظامين في المخ. أول نظام هو المسؤول عن الاستجابة الانفعالية السريعة. طيب ده بنسميه اللوزة الدماغية، هي بتكون المسؤولة عن الاستجابة، عن السرعة. طيب في عندي كمان القشرة الجبهية، هي المسؤولة عن التفكير واتخاذ القرار لما الموقف يحصل. طيب اللوزة الدماغية دي بتشتغل بسرعة جدا، فبتخلينا نرد بسرعة، فبيكون القرار انفعالي. لكن لما بندي نفسنا فرصة كده بسيطة من 5 ل10 ثواني، بتدي فرصة للقشرة الجبهية إنها تدخل، وده بيحول رد الفعل من الاندفاع إلى الاختيار الواعي. يعني قبل أي رد نقف ثواني ونسأل نفسنا، هل الرد ده مناسب على المدى القريب ولا هو مجرد تفريغ مشاعر وبس؟ ولما بنكتشف النمط الحقيقي بيكون موقف واحد بس بيتكرر، بنعرف نتصرف بعد كده. يعني لما نسأل نفسنا ايه الموقف اللي دايما بيستفزني بشكل متكرر؟ ايه نوع التفكير اللي بيتكرر معايا؟ امتى بفقد هدوئي وامتى بفقد اعصابي؟ لان العقل بيشتغل بانماط، ولو ما لاحظتش النمط اللي بيتكرر هيفضل دايما يتكرر نفس السلوك. فخلينا نكتب كل يوم الموقف اللي بيضايقنا، ونسأل نفسنا هل ده موقف جديد ولا نفس الإحساس اتكرر قبل كده، ونبدأ نصحح القرار. لأن أخطر نقطة هو إننا نوصل لقرار بس ما نصححوش، لأن القرار ممكن يكون مبني على حقيقة أو على إحساس مؤقت. فبنسأل نفسنا، هل أنا بقرر بناء على معلومات واضحة ولا على أساس إحساسي أنا، ولا القرار ده تحت تأثير انفعال؟ والأفضل نأجله. خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم تاني بكل حب. ابقوا معنا. ورجعنا لكم تاني بكل حب نكمل موضوع حلقة النهاردة بعنوان كوتش على نفسك. بعد ما فهمنا الفكرة بشكل أدق، كوتش على نفسك معناها 3 عادات يومية: إني ألاحظ نفسي، إني أفصل عن الإحساس اللي أنا حاساه وأحاول أشوف الزاوية بطريقة تانية، أو أحاول أشوف وجهة نظر اللي حواليا من زاوية تانية، وأختار التصرف الصح. الموضوع بسيط في شكله، بس محتاج تدريب ووعي. أنت مش محتاج معلومات أكتر، أنت محتاج تلاحظ نفسك أكتر، محتاج ملاحظة دقيقة. لأن مش المشكلة إن إحنا بنغلط، المشكلة إن الغلط لما بيتكرر تاني وبيحصل من غير وعي بيبدأ السلوك يزيد. لأن الوعي هو الخطوة الأولى قبل أي تغيير. في المرة الجاية اللي هتحس فيها بانفعال، بدل ما تسأل نفسك أعمل إيه، اسأل نفسك أنا بفهم إيه دلوقتي. لأن فهمك لنفسك هو بداية تحكمك في سلوكك. وافتكر دايما، أنت مش محتاج حد يقودك طول الوقت، لكن محتاج تبني صوت داخلي واعي يساعدك تختار. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامج حوارات. بشكركم جدا على حسن استماعكم، مستنية أسمع منكم إزاي بقيت كوتش لنفسك، ومنتظرة رسائلكم وتعليقاتكم على صفحات ومنصة راديو آسيا. انتظروني في الحلقة القادمة مع موضوع مهم جدا وجديد من برنامج حوارات على راديو آسيا. إلى اللقاء.